السلام عليكم. الخوت واش ما لاحظتوش واحد القضيه؟ سبحان الله العظيم، هذا الشهر المبارك الكريم داز بواحد السرعه راه ما كتصورش. داز بواحد السرعه. تصور ان سبحان الله البارح حنا كنتسناو رمضان أن يدخل، واليوم غادرنا شهر رمضان. اليوم غادرنا رمضان. فسبحان الله يعني شوف، راه كيف ما داز هذا رمضان هذا بواحد السرعه، راه كذلك كدوز الاعمار ديالنا. ولكن سبحان الله العظيم ما كنلاحظوش فيه حنايا. وشو رمضان سبحان الله العظيم ربي كينبهنا لهذا رمضان هذا، انا شو كيفاش داز. راه كذلك الاعمار ديالنا حنا كدوز بسرعه، ولكن حنا ما رادينش البال. بصراحه الانسان خصو يخاف على راسو. صراحه الانسان خصو يخاف على راسو. تصور ان الانسان اللي ما كيصليش كدوز بهاد السرعه هادي، والحياه ديالو دايزه بواحد السرعه ما حاسش بها. فشوف ما وكنتذكر واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وهذا الحديث صحيح مسلم. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كاليوم، ويكون اليوم كالجمعة، وتكون الجمعة كالساعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل السلام. يعني الأمر راه ما ساهلش. عود إلى الله عز وجل، راه ما حد باقي الوقت، وحنا ما عارفينش الأعمار ديالنا فوقاش غادي تحد. يعني الأعمار بيد الله، ولكن عود إلى الله. راه ما ينفعك حتى شي واحد. راه الايام دايزه بواحد السرعه، راه سبحان الله. شوف عاد رمضان هذا آية من آيات الله عز وجل، واللي طول لي الله سبحانه وتعالى العمر وصل رمضان الآخر كما يقول العلماء غيدوز أسرع من هذا. وهذا يدل على تقارب الزمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي أنصح بها نفسي وإخواني: تشبت في دينك، وتشبت بواحد الصلاة ديالك، وكون ديما سير فيما يرضي الله عز وجل. ديما سير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، واطلب مغفرة من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.